ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده في مشروع حدائق سفنكس ومعانا الباشمهندس. مهندس احمد زين، المهندس الزراعي المسؤول عن الاشراف الزراعي لمشروع حدائق سفنكس. حابين نعرف منك يا باشمهندس تقييمك لمحصول البرتقال السنه دي. الحمد لله السنه دي محصول البرتقال افضل بكتير من الموسم اللي فات من حيث الجوده والانتاج. يا باشمهندس حابين نعرف منك بقى كده ايه اللي بيفرق في الجوده والانتاج. استاذ شمس، اللي بيفرق ما بين الجوده والانتاج اول حاجه الانتاج، هو ان انا لازم انقل شجره العناصر الغذائيه في الوقت المحدد بالكميات والوحدات اللي الشجره تستوعبها. مثلا في فتره التزهير لازم ان انا ازود عنصر الفوسفور مع رشه كالسيوم بورون، وفي فتره النموات الخضريه الجديده بدي دفعه نيتروجين عشان تزود لي المجموع الخضري والهيكل بتاع الشجره كنمو خضري. وبالنسبه لفتره التحجيم بدء البوتاسيوم اللي بيظبط الضغط الاسموزي وبيظبط الحجم بتاع الثمره بتاعتي. من حيث الجوده هو اول حاجه ان انا انتج ثمار مش مشوهه، ما فيهاش اي عيوب، ما فيهاش اي اصابات حشريه، تكون عين الثمره قوي، وده بسبب تسميد الكالسيوم اللي هو بيكون الجذور الخلويه وبيدي صلابه للعين بتاع الثمره. طيب يا باشمهندس حابين نعرف منك ايه المحاصيل اللي ممكن العميل يزرعها مع شجره البرتقال عشان يزود استثماره من الارض. في المشروع هنا في حدائق سفنكس الميه والملوحه ممتازين جدا انهم يزرعوا انواع كتيره من المحاصيل. عندنا هنا مثلا ممكن نزرع الباذنجان او الفلفل او الفاصوليا او البصل او الثوم، ومحاصيل كتير هنا هتجود بسبب جوده التربه وجوده الميه، وملوحه الميه هنا قليله جدا، فبالتالي هتشجع محاصيل كتير جدا انها تنمو وتنتج هنا. شكرا ليك يا باشمهندس. شكرا لحضرتك يا استاذ شمس. نشوفكم في فيديو جديد من مشاريعنا في طريق مصر اسكندريه الصحراوي.